بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ما زلنا نتابع أخبار غزة والعدوان الصهيوني الغاشم على إخواننا في هذا القطاع الصغير حجما الكبير معنى، وثمة مقارنة بين ما يحصل اليوم في معركة الطوفان وما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب. نأخذ منها دروس وعبر ومواقف. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف المدينة بعد أن استشار أصحابه ماذا يصنع وماذا وكيف يقاوم العدو، أشار إليه سلمان الفارسي بحفر خندق يغلق الجهة الشمالية، لأن هي الوحيدة التي كان يمر منها الجيش وتمر منها القوافل. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخندق، وكان طوله 2,500 متر وعرضه 7 أمتار في عمق 4 أمتار، واستغرق هذا الحفر 6 أيام. وسبحان الله، يعني مسافة طويلة، ليست هناك معدات ولا حفارات، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتأييد منه حفروا هذه المنطقة، وكان عددهم 1000 رجل. المقاتلون في غزوة الأحزاب والمجاهدون من قبل المسلمين كان عددهم 3000، فغالب من يستطيع أن يقاتل كان قد خرج إلى منطقة الأحزاب وهي منطقة الخندق. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل سلع على مسافة من المدينة المنورة آنذاك تقريبا 4 كيلومترات. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال والشيوخ الكبار في حصن خاص في داخل المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين محاصرين من كل الجهات تقريبا، يعني هما جهتان: جهة الجنوب وفيه بني قريظة وبنو النضير، وجهة الشمال وفيه الخندق. وكما قلت لكم، مكان الخندق كان من جبل الدويخل الذي هو الآن يسمى على شارع سلطانة، من يزور المدينة يعرف على شارع سلطانة، من جبل الدويخل ممتد إلى تقريبا قريب من جبل أحد. هذا وكان موقع الخندق. فلما جاءت قريش ومعها غطفان وفزارة وأشجع ومرة، وأيضا نقضت اليهود، يعني كانوا بنو النضير قد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قينقاع أيضا أجلاهم عليه الصلاة والسلام، وخرجوا من المدينة المنورة. وبقي بنو قريظة كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد على أن يحموا المدينة المنورة معا، فنقضوا هذا العهد وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الرسولين اللذين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ليتأكد من نقضهم للعهد، عادا بهذا الخبر السيء. وكانت هذه الفترة فترة شدة وعناء
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. كان الجو جدا قارس وبارد، وأوضاع المدينة المنورة الأمنية صعبة جدا. ومن هنا بنو قريظة نقضت العهد، ومن هنا بعض بنو النضير كانوا هم يحرضون قريش لإقامة هذه الحرب العالمية الأولى. هنا تعتبر حرب العالمية لأن جمعت قريش من كل أنحاء الجزيرة العربية، من كل القبائل شاركت في محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الهدف القضاء على الإسلام نهائيا. وهكذا ظنوا أنهم سيغلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن الله يحميه، وأن الله عز وجل قادر على أن يرد كيد هؤلاء مهما كثروا، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فاجتمعت هذه الجيوش على النبي صلى الله عليه وسلم وتريد القضاء عليها. ومن هنا أيضا بنو قريظة نقضوا العهد، فكان الوضع صعب جدا. وأيضا الناحية الاقتصادية صعبة كذلك. رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة وقد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. حجرين من شدة الجوع، وكان الصحابة في جوع شديد وبرد قارس وخوف شديد. لا أحد يستطيع أن يصف لنا هذا الوضع إلا ربنا عز وجل، إذ قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الوصف الرباني لهذه المعركة الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام. زلزلوا زلزالا شديدا، كما هو الحاصل في معركة الطوفان اليوم. أيضا اليهود يتكررون ويتكرر عملهم. الصهاينة اليهود المجرمون. أما اليهود المسالمين فلا نعنيهم بخطابنا هذا، فهناك يهود مسالمون: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هؤلاء لا نعنيهم، نحن نعني الصهاينة الغاصبين لأرض فلسطين الذين أخذوها بغير حق وأيضا قاموا بقتل الأبرياء. نحن نعني هؤلاء ونريد أن نعمل مقارنة. انظروا، بنو قريظة لما نقضوا العهد توجهوا إلى الحصن الذي فيه النساء والأطفال والشيوخ ليقوموا بقتلهم وذبحهم كما هو حاصل الآن. الصهاينة الآن يقومون بقصف الأطفال والنساء. بلغ عدد الضحايا أطفال ونساء 10,000 قتيل، الثلثان منهم نساء وأطفال. وهنا أيضا بنو قريظة ما توجهوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في جبل سلع عند مكان الخندق، وإنما توجهوا بأسلحتهم وعتادهم وأرسلوا رسولا ليتسلق إلى الحصن حتى يتأكد من عدم وجود مقاتلين، ثم يبدأ ويضرب عنق الأطفال والنساء والشيوخ. نعم، هذا هو فعلهم. يهود بني قريظة هكذا قاموا، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحرهم بصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها، حيث فطنت
لهذه الخطة، وانتبهت لليهودي الذي تسلق الحصن وأدخل رأسه، بل نزل على الحصن، فانتبهت له فابتدرت وضربت عنقه وقطعت رأسه، ثم رمت برأسه إلى إخوانه الذين ينتظرونه أسفل الحصن، فلما رأوا رأسه قد ضرب ذعروا وخافوا وعادوا إلى حصونهم، وكفى الله عز وجل النساء والأطفال القتل. هذا هو فعل بني قريظة مع حصن النساء والأطفال والشيوخ. لولا الله عز وجل الذي قذف في قلب صفية بنت عبد المطلب الشجاعة والإقدام، وكانت في ذلك الوقت على الأهبة والاستعداد، لكان قد سمعنا مجزرة كبيرة قد حصلت في هذه المعركة. نعم، أيضا هناك تشابه كبير في معركة الأحزاب ومعركة الطوفان، أنه هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل له بهؤلاء، وأنه أخذ هذه الفكرة، فكرة الخندق، من سلمان الفارسي. واليوم معركة الطوفان أيضا هم يستفيدون من فكرة محمد الزواري الذي صنع لهم الصواريخ، الطائرات، ويحيى عياش الذي صنع لهم وأعطاهم فكرة صناعة الصواريخ، وأخذوا عنه هذه الصناعة وطوروها ويعني أحسنوا فيها، حتى كان هذا المنتج الذي أنتم ترونه اليوم وصد هذا الجيش الذي يزعم أنه لا يقهر. فهذه فكرة يعني قدمت من سلمان الفارسي، احترمها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، لأنها كانت فكرة فارس. قال: كنا إذا خشينا عدوا خندقنا خندقا، خندقنا خندقا. وهكذا أيضا كان من هؤلاء الشباب من أخذوا هذه الفكرة وصنعوا الصواريخ وعملوا، بل ثمة هناك أيضا كما سمعنا من بعض التصريحات أن لديهم تطور في الأسلحة وتقدم في هذا المجال لم يبرزوه الآن، سوف يبرزونه مستقبلا. كذلك فوجئنا بوجود طاقم عسكري نسائي بحت، يعني استعدادا لأي هجوم مباغت للنساء. هناك نساء وفتيات مدربات بكامل، يعني هذا شيء عظيم أيضا، حينما يكون هناك استعداد كامل لهذا الأمر للصد الاضطراري. فقد قاتلت النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. نسيبة اضطرت أن تحمل السيف وتقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن المرأة ليس عليها الجهاد ولا تقاتل مع الرجال جنبا إلى جنب، هذا صحيح، هذه شريعتنا وهذا هو تاريخنا. رأيتم النساء يقاتلن؟ لا، ولكن عند الاضطرار تحمل المرأة السلاح لتدافع عن نفسها وعن عرضها وعن شرفها. وهكذا كان هذا الموقف البطولي من عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي ابن الأخطب، صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشابه الثاني، غزوة الأحزاب اجتمع لها رؤوس كفار قريش والقبائل التي ذكرتها لكم، وهنا أيضا اجتمع لها رؤوس الكفار من أمريكا، وعيانا بيانا اليوم هم قديما كانوا يختبئون تحت يعني شعارات الإرهاب وشعارات تشويه الإسلام وشعارات القضاء على كذا وكذا.
اليوم ما الداعي أن تقف أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا مع الصهاينة الغاصبين؟ ما الداعي أن تقف؟ عرفتم؟ وهذا فضيحة من الله عز وجل لهم، أن الكفر واحد. لعل المسلمين يعني يعرفون هذا الأمر، أن كثيرا من الناس مع الأسف يرون أن قضية فلسطين قضية خاصة بفلسطين وليست قضية عامة. فدخول هؤلاء كما دخلت قريش تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتقدم وسوف يبلغ مبلغا عظيما، بل سيحكم الجزيرة العربية والعالم بأسره. انتبهوا هم لهذا الأمر، فأرادوا أن يقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة ممكنة. هذا الكلام وصفه الله عز وجل في كتابه العزيز، قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هي ثلاثة أمور: إما الإثبات وهو السجن، وسجن الصهاينة مليئة بالفلسطينيين، أو يقتلوك، وهي الآن تفعل القتل في كل تقريبا ساعة يموت العشرات من الفلسطينيين، أو يخرجوك. وهذه هي الهجرة التي الآن هم يضغطون عليها، ويريدون أن الفلسطينيين يهاجرون ويتركون مواقعهم وهم ثابتون، يعني لا يخرجون أبدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وكون جيشا قويا، وهو أصبح دولة عظمى تقاتل هؤلاء المجرمين. إذن وجه التشابه هنا أيضا نرى أن أمريكا هنا وهؤلاء دول الكفر ضد إخواننا المسلمين الفلسطينيين. فهل وصلت رسالة إلى المسلمين أن الحرب اليوم حرب دينية وليست حرب سياسية، وإنما هي حرب دينية كما وصف القرآن؟ ولا زلنا اليوم يعني يتأكد لنا كلام ربنا تبارك وتعالى يوما بعد يوم، نهارا بعد نهار، الحقيقة أيوة كما قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هؤلاء النصارى اليوم، ألمان وبريطانيون نصارى، والأمريكان نصارى، سواء كانوا أرثوذكس أو كانوا كاثوليك، أيا ما كانوا، هنا يتركون الخلاف فيما بينهم ويتحدون مع إخوانهم اليهود ضد المسلمين. ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. رأيناهم اليوم اتحدوا ضد إخواننا، كما اتحدت قريش مع اليهود بنو النضير، وبنو النضير أقنعوا بنو قريظة لنقض العهد، واجتمعوا أرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العداء أيضا الشديد ذكره ربنا عز وجل، لكننا نحن بعيدين عن كتاب الله ونحارب كلام الله ونتهم من يؤمن به بالإرهاب، ونجعل القرآن الكريم فقط في صلاة التراويح ودعاء رمضان فحسب، في حين أن القرآن الكريم والذي أمر بالدفاع عن المؤمنين، وأمر بالجهاد، وأمر بإقامة الدولة، وأمر بإقامة الحدود. ولكننا نأخذ من كتاب ربنا القرآن الكريم ما يكون فيه في مصالحنا، ونترك ما لم يكن كذلك مع الأسف الشديد. ولذلك أصبحنا هكذا دولة صغيرة مثل هذه أثرت على أكثر من 2 مليار مسلم. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واليوم هؤلاء أيضا المشركين اجتمعوا ضد إخواننا الفلسطينيين في معركة طوفان القدس، في معركة طوفان الأقصى.
هذا التشابه إذن بين الجهتين. كفار قريش مع اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، وأمريكا ومن معها من هذه الدول التي تسمى الدول العظمى وتسمى راعية السلام وراعية فضحوا الآن. أي سلام هذا؟ طفل تقتل طفلا، فهل في هذا فيه رجولة وفيها؟ لكن هم في قرارتهم حقد، إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. في قلوبهم حقد وغل، يعني غل شديد جدا على الإسلام والمسلمين، ولذلك لا يهمهم موت طفل أو موت امرأة أو موت عجوز، لا يهمهم أبدا ولا يحرك في مشاعرهم. لذلك هذه الحرب مستمرة. يا ليت لا أقول يا ليت، وإنما يعني لو كانوا هؤلاء صادقين لقتلوا حماس، لقضوا على القيادات الكبرى في حماس وفي حركة الجهاد وفي غيرهم، لكن ما سمعنا هذا. الحمد لله المجاهدين في قوتهم وفي عتادهم وفي يعني معنويات مرتفعة جدا حقيقة. ولذلك هذه الصواريخ اللي تنزل لا تنزل على الضباط ولا على أقصد يعني القيادات العسكرية، وأن كانوا ضباط أو وحدات بحسب تقسيمهم العسكري، لم تنزل ولم نسمع بأنهم قضوا على فلان وفلان من القيادات. نعم هناك استشهاد لأفراد معينين وقليل جدا، لكن الذي يموت الآن هم المدنيين. فهل هذه شجاعة؟ هل هذه شجاعة؟ هذه أن أخاطب هذه الدول العظمى التي تدعي السلام، هل هذه شجاعة؟ وهل هذا هو دفاع عن النفس كما يقولون على الصهاينة وعلى إسرائيل أن تدافع عن نفسها؟ هل هذا دفاع عن النفس؟ الله المستعان. هذا تشابه. تشابه الآخر أن معركة الأحزاب كان فيها جوع وحرب اقتصادي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهة الشمالية فيها عسكر تعداده 10,000 مقاتل، والجهة الجنوبية فيها يهود على وادي مهزور بني قريظة وقد نقضوا العهد. فمن أين يأتي إذن المدد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمر الحصار شهر كامل 24 يوما كما ذكر ذلك المؤرخون، ما بين 24 إلى شهر. والمناخ كان قارس جدا. الآن أيضا تمر غزة بظروف اقتصادية صعبة. معبر رفح الذي هو بأيدي المسلمين يا جماعة الخير، بأيدي مصر، ما افتتح حتى الآن كما ينبغي، يعني يفتحونه بالقطارة كما يقولون، والمساعدات التي تصل قليلة جدا لا تفي بأهل غزة. فأنا أقول أهل غزة أبشروا، أنتم تعيدون تاريخ رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كنتم أنتم قد جعتم فقد جاع رسولكم، وإذا كنتم أنتم تمرون بظروف اقتصادية شديدة فقد مر رسولكم صلى الله عليه وسلم بهذه الظروف. إذا انتظروا الجائزة التي يعني حصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم أنتم أيضا ستحصلون عليها، لأن التاريخ يكرر ويعيد نفسه، وأنتم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الجائزة؟ الجائزة النصر المبين من الله عز وجل لرسوله الكريم دون قتال. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا. الله عز وجل إخواني وأخواتي في غزة ليس بغافل عنكم، هو مطلع على ما تقومون به، وهو سبحانه وتعالى يرى ويسمع ما هو حادث، ويرى هؤلاء الشهداء الذين
انتقلوا من غزة إليه سبحانه وتعالى. ليس ربنا بغافل أبدا، ولذلك سيأتيكم من ربنا سبحانه وتعالى النصر المبين، كما جاء ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان ذلك النصر خاصا برسول الله؟ لا، ولذلك نادى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، فناداهم بالإيمان. هذا الوصف يتكرر في كل زمان ومكان، وهو محقق فيكم بمشيئة الله، لأنكم لم تعبدوا إلا الله، ولم تستعينوا إلا بالله، ولم تركنوا إلا لله، وصبرتم على الشهادة، بل وتنافستم فيها، تنافستم في الشهادة، فأصبحت كل عائلة من عوائل غزة يتنافسون ويفتخرون بأيهم أكثر عددا. الله يا أخي، أنتم تذكروننا بالصحابة الكرام، بل ربما مثل هذا أيضا لم يحصل للصحابة، هذا القتل الشديد في الأطفال لم نسمع في وسط الصحابة أعني. نعم، مرت بظروف صعبة إلى الأمة الإسلامية، لكن التنافس والتفاخر بكثرة الشهداء، الحقيقة أنا عن نفسي وأرى نفسي جاهلا، لم أطلع على السيرة كما ينبغي، لم أسمع بهذا إلا في غزة. فجزاكم الله خير. هذه الصفات هي صفات تؤهل أو تؤهلكم لأن ينزل عليكم النصر من عند الله. وأنا أجزم أن ما يتعلق بإرسال الجنود، فإذا كان الله عز وجل قد أرسل الجنود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتل معهم، وهم الملائكة الكرام مسلحين بالعتاد وكانوا يضربون الأعناق، كذلك أجزم أن الله سيرسل من عنده سبحانه وتعالى ملائكة تقاتل معكم يا معشر أهل غزة. ستقاتل معكم الملائكة لأنكم تدافعون عن لا إله إلا الله، وتدافعون عن كل مسلم غزاوي، وهذا المسلم واحد غزاوي أفضل من المسجد الأقصى. صحيح المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين، لكن مسلم واحد غزاوي، مسلم واحد فلسطيني أفضل عند الله من المسجد الأقصى، بل أفضل عند الله من المسجد الحرام، وأفضل عند الله من المسجد النبوي الشريف. هذه نصوص شرعية. لما اطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة المشرفة فقال الله: والله إني لا أعلم أنك عند الله عظيمة، ولكن دم المسلم أو ولكن المؤمن أشرف عند الله عز وجل منك. أليس هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين مكانة المسلم؟ إذن أنتم تقاتلون دفاع عن المسلم، تقاتلون دفاع عن أعراضكم، وتدافعون وتقاتلون، تجاهدون دفاعا عن أعراضكم وعن أموالكم وعن وطنكم. وكل هذه، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والوطن مال، والوطن مال. وأيضا أنتم تقاتلون من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله. نعم، فمن كان جهادكم، فإذا كان جهادكم رفع كلمة، ستنزل الملائكة وتقاتل معكم. ولذلك سيتحقق فيكم قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالأسلحة البسيطة التي بأيديكم حينما تقولون بسم الله وما رميت إذ رميت، ستجدون ملكا يرمي معكم إن شاء الله. لا نستطيع أن نتحدث عن الأمور الغيبية، كيفية رمي الملك لهذه الأسلحة وكيفية نزولها هو أمر غيبي، لكننا نجزم أن الملائكة تقاتل معكم بإذن الله. يتحقق هذا هو المقارنة بين غزوة الأحزاب وبين معركة طوفان الأقصى. فأبشروا. ثم لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا، هذه نعمة الثبات، ونعمة النصر من الله عز وجل، ونعمة إرسال الجنود،
هي نعمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى. النعمة الثانية أنه سيرد كيد هؤلاء، لأن مشركي قريش لما اشتد بهم الريح، جاءتهم ريح وخلعت خيامهم وقلبت قدورهم، ما استطاعوا أن يصبروا. قال أبو سفيان وكان قائد في ذلك الوقت: يا معشر قريش، يا معشر العرب، إني مرتحل فارتحلوا. فارتحلت العرب كاملة وعادت بخفي حنين ولم تصب من رسول الله شيئا أبدا، وانتهت المعركة على هذا. لا، لم تنتهي بعد. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة وكان يومها، نزل عليه جبريل. للتو دخل النبي عليه السلام إلى بيت أم سلمة ليرتاح من المعركة، وكان بعد الظهر وقبيل العصر هذا الوقت، وكانوا قد تعبوا طبعا، يعني شهر كامل أو 24 يوما كما وصفت لكم، ويعني النفوس يعني تعبانة جدا ومرهقة، متعبة جدا ومرهقة. حصل أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وضعتم أسلحتكم؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، قم وانهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أوامر ربه ونادى في الناس: ألا من كان سامعا مطيعا لا يصلين العصر إلا ببني قريظة. وبنو قريظة جمعوا أبقارهم وحصونهم وذراريهم ودخلوا الحصن وأغلقوا على أنفسهم، وظنوا أنهم بهذا سينجون. فنزلوا على سعد، على حكم سعد بن معاذ. طبعا صحابة أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاصروا المنطقة. واليوم أيضا معركة طوفان ستنتصرون، وسوف يجعل الله عز وجل قيادات الصهاينة بين يديكم، فلا تتأخروا في أن تنزلوا بهم العقوبة الشديدة. نعم، كما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة الشديدة على بني قريظة وضرب أعناقهم جميعا، وكان عددهم 900 رجل. انقرضت بني قريظة وقضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء. هذا تاريخ مكتوب لديهم، يعرفون ما فعلت بني قريظة من الخيانة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفعله أيضا اليوم إسرائيل مع إخوانها هي خيانة عظمى للبشرية وللإنسانية. وقد خالفوا أمر الله عز وجل حتى في كتبهم في التوراة التي فيها هدى ونور، وقتلوا الأطفال وسفكوا الدماء. فسوف يمكنكم الله عز وجل من رقابهم ومن أكتافهم، والتاريخ بيننا إن شاء الله. هذا هو المقارنة بين هذا وبين هذا. وكما هم اليوم يعيشون جوا من الكآبة والخوف الشديد، وأيضا إخواننا في غزة ونحن معكم أيضا نعيش في هم وغم لما يحصل، ولكن لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، قتلانا شهداء وقتلاهم إلى جهنم وبئس المصير. هذا الفارق. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وكذلك إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتهت إسرائيل، انتهت دولة إسرائيل الحمد لله، وسوف تتقدمون معاشر إخواني بإذن الله. هذا ظني بربي وما أرى من الأمور السياسية، وبالمقارنة فمتى ما صبرتم ومتى ما سرتم فسوف ينصركم الله سبحانه وتعالى، وسوف يؤيدكم. انتبهوا واحذروا من الخلاف، انتبهوا واحذروا أن تذهب رصاصة واحدة لإخوانكم الفلسطينيين مهما الخلاف شد. كونوا على قلب رجل واحد، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى وبالدعاء. إخواني في غزة، فإن الخلاف شر. حافظوا على هذا
الجو الأخوي والإيماني، ووجهتكم وجهة هذا العدو المجرم. الفوز معكم والنصر لكم، والله تبارك وتعالى معكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فخور